بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة نايل سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاد بتروسبورت يستضيف واحدة من لقاءات الكلاسيكو الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وقمة الكرة المصرية في المواجهة رقم 113 الأهلي والزمالك. في البدايات على طول هيلعب محمد حلمي بأحمد الشناوي في حراسة المرمى، وهيلعب محمود حمدي وعلي جبر اتنين مساكين. نزلت التشكيلة قدامنا على الشاشة. طرفين ملعب محمد ناصف في الجبهة الشمال، وحسني فتحي في الجبهة اليمين بعد ما اتوقف أسامة إبراهيم بثلاث انذارات في اللقاء الأخير. معاهم طارق حامد، معروف يوسف، وإبراهيم صلاح ثلاثي وسط الملعب. أيمن حفني وباسم مرسي، وكان بيعمل عملية الإحماء اللاعب النيجيري ستانلي، إنما كان عنده مشكلة تقريبا فخرج من التشكيلة قبل البداية بدقايق. خرجه ستانلي اللي كان بيعول عليه الجهاز الفني والجماهير النهارده في القدرات التهديفيه، ودخل مكانه من البدايه محمد ابراهيم، واحمد جعفر هيبقى بديل من على دكه البدلاء. والناحيه الثانيه بادئ حسام البدري بشريف اكرامي في المرمى، من قدامه سعد الدين سمير ومحمد نجيب. محمد هاني طرف ملعب يمين، وحسين السيد في الجبهه الشمال. حسام عاشور وفتحي الاثنين الديفندر بنفس طريقه حسام البدري في مواجهاته الاخيره. ومؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، ثلاثه مصممين هجمات لمروان محسن الفرود اللي بدأ ياخد الثقة بعد ما سجل هدف أول أمام النادي المصري في آخر مواجهات الأهلي في الدوري. إنما فازوا 6 دون مقابل في دور ال 32 أمام الألمونيوم. كان لقاء كده ما بين الأسبوع ال 16 لغاية ما جم يواجهوا نادي الزمالك في القمة رقم 113 اللي بيتفوق النادي الأهلي في عدد الانتصارات. وباقي دكة بدلاء الأبيض في مواجهة اليوم، وبدأ بقى الفرقتين يهلوا علينا مع طاقم التحكيم اللي أمام حضراتكم. وهنعيد التشكيله مره تانية. انما خلينا اقول لكم الزمالك لعب 14 مباراه لغايه دلوقتي ب 34 نقطه في المركز الثالث، والاهلي المتصدر 42 نقطه من 16 مواجهه. فرقتين النهارده الوحيدين لم يتلقوا اي هزيمه لغايه بدايه مباراه اليوم. الاهلي تعادل في 3 مواجهات، والزمالك اتعادل 4 مرات، والسجل اللي قلت لحضراتكم خالي من الهزائم امام واحدة من أقوى القدرات الهجومية للأحمر ب 28 جون، وأقوى دفاع لغاية دلوقتي الزمالك هدفين. نزل الفرقتين، أدي شريف إكرامي قدامنا النهارده، 2 من أقوى القدرات الدفاعية و2 من أفضل حراس المرمى سواء إكرامي أو الشناوي، وحوار خاص بين الاثنين اللي هيكونوا مع المنتخب إن شاء الله بعد التوقف بأيام. على بركة الله بدأنا، وما توفيقي إلا بالله. نادي الزمالك يسند على طول على شمالنا إبراهيم صلاح، ضغط موجود حسين السيد خطأين هنا وخطأين هنا، وتعادل سلبي في أول 5 دقايق. محمد ناصف نقل نفسه من الجبهة الشمال، كان واحد على فكرة من ناشئي النادي الأهلي محمد ناصف قبل ما يروح نادي إنبي وينتقل لنادي الزمالك. تتلعب عرضية، انما طالع إكرامي، اختبار جيد ليه هياخد بيه الثقة مع البداية. عاوز يلعب بسرعة قبل ما يرتد اللعيبة على وسط ملعبهم. تتلعب الكرة تاني عند مؤمن زكريا، عرضية في منتهى الخطورة، عرضية اتعملت هنا. يظهر في اللعبه اللي فاتت لما نزل وهرب لتحت شويه، يظبطها تاني طارق حامد، برافو يا ولد يا لعيب، حطها كويسه في الجبهه اليمين، عرضيه في منتهى الخطوره، انما يدخل محمد هاني بتغطيه دفاعيه روعه الروعه، يطلع بره الملعب. هاني وحسين السيد من الجبهه الشمال، والناحيه العكسيه حسني فتحي مع محمد ناصف. هل هيكون ليهم ادوار مهمه في العرضيات؟ ادي عرضيه في منتهى الخطوره، انما يا دوبك بدماغه كده وليد سليمان تطلع بجوار القايم بعيد عن مرمى الشناوي. محاولتين للنادي الاهلي الاول، ضربه حره لسه احمد فتحي بيبص لزمايله قدام على حدود المنطقه، يلعبها احمد فتحي على قايم البعيد في منتهى الخطوره. نجيب خطيره اللي فاتت عملها احمد فتحي، متفقين عليها، ورايح نجيب ياخد ضربه ركنيه. بص شوف الحكايه من اولها، ادي احمد فتحي وادي محمد نجيب من ورا المدافعين في منتهى الجمال في التسلل، انما كانت كره في منتهى الخطوره لصالح النادي الاهلي. مروان محسن من بره ال 18، عبد الله السعيد، حسين طالع له عامل مشوار كبير. حسين العرضيه موجوده في منتهى الخطوره، جول مؤمن زكريا، مؤمن بطعم الاجوال، مؤمن سبايسي. 1-0 للنادي الاهلي بعرضيه بلسم مع الدقيقه 22. جون هيغير الامور تماما، انما عرضيه حسين السيد في اول استخدام للمساحه في ظهر حسني فتحي يعمل عرضيه نموذجيه داخل ال 18، والمتابعه موجوده من مؤمن. قلت لحضراتكم اللعيبه اللي بتسجل في لقاءات القمه تخصص، هي اللي بتيجي وتحضر
في المواجهات والمناسبات التانية. ادي اللعبة عبد الله السعيد، اول تمريرة منتهى الجمال والروعة، حسين السيد وتعدي من الجميع، هدية لمؤمن زكريا. بابا نويل بيقدم هدايا للنادي الاهلي يوم 29 قبل رأس السنة ب3 ايام، انما لسه وقت كبير، لسه وقت كبير. الزمالك قادر على العودة، اللقاء هيتفتح وتتغير تماما المعطيات والامور الوقت اللي جاي. تشكيلة نادي الزمالك في الحتة الهجومية، ادي مؤمن زكريا، عرضية تاني، محمود حمدي يطلعها في منتهى الخطورة في مكان صعب لسه اماكن التأثير، عبد الله السعيد يظبطها. الاهلي بقى اشرس، الاهلي بقى ليه تواجد وحضور هجومي بعرضية محمد هاني خطيرة مش ممكن. مؤمن زكريا تحس ان الراجل ده ايه، بيطلع من تحت الارض بدون رقابة. بص شوف مؤمن زكريا تحركاته والرشاقة بتاعته والسرعات اللي بيعملها كويس، تحس كده ب3 لعيبة من هنا و3 لعيبة من هنا. انتهت بفاول عند جبهة حسني فتحي، بيمشي له الكرة ابراهيم صلاح، عرضية انما سهلة لشريف اكرامي. وكمان الفراودة بعاد قوي سواء باسم او اللعيبة اللي هتكمل. النهارده لغز لنادي الزمالك في الهجمات القليلة اللي بيروح بيها، العدد اللي قدام سواء وصلوا من جبهة علي جبر تاني من الخط الخلفي، يلعبها لحسني فتحي، يغمزوها لقدام ويبداوا هجمه كويسه المره دي باربع 5 نقلات في منتهى الجمال. باسم قدام ال18، حفني خطير خطير، حفني يعدي انما يقع على الارض والحكم يقومه يقول له مفيش اي حاجه. ادي ايمن حفني اللي ظهر امتى؟ بعد تقريبا ربع ساعه، ما بنقولش اسمه او اكتر كمان، انما ايمن حفني يبقى من اللعيبه اللي في اي وقت يعمل لك المفاجاه الهجوميه ويخلص لك بالابتكار الفردي. باسم اهوت واحمد فتحي، وبيتكلم فتحي مع محمد ابراهيم. كان اتصاب احمد فتحي اول ربع ساعه. هنشوف هيقدر نادي الزمالك في ال5 دقائق دي الكوره اللي سعد الدين سمير، هل في دفعه لايمن حفني؟ كوره باينه قدام حضراتكم. النهارده ماتش الاهلي والزمالك، لو حضراتكم يجي من على طرف الملعب ويدخل معروف عشان يزودوا اللعيبه اللي تقدر تقرب وتوصل وتاخد القرار الهجومي. الحته اللي فقدها كتير لعيبه محمد حلمي النهارده، ايمن ومعروف جنبه لسه في نفس مكانه، لازم يتحرك له وياخد مساحه بعيد عن مكان الكوره. حسني فتحي يشيل عرضيه انما تقل الفعاليه وتخبط، يطلع محمد نجيب تاني من قدام منطقه جزاؤه، طارق حامد انما يا دوبك بدماغه كده بس المرسي سهله لشريف اكرام. خلاص بنرجع تاني لاماكننا في وسط الملعب. مروان محسن، مروان لمؤمن، نقلتين كويسين. هيبص تاني بقى في الناحيه العكسيه عند عبد الله لمروان، دخل ال18 انما تدخل دفاعي كويس من علي جبر بمشاركه حسني فتحي، وياخدوا منها ضربه ركنيه مع صفاره فيكتور كاساي. نهايه الشوط الاول تقدم للنادي الاهلي عن طريق مؤمن زكريا بالهدف اللي بيتعاد قدام حضراتكم مع الدقيقه 22. تحياتي محمد عفيفي معلق المباراه استاد النيل، مع الزميل الاعلامي تامر صقر، ونجوم التحليل في الكره المصريه كابتن ضياء السيد والكابتن علاء ميهوب، كابتن مؤمن سليمان، الكابتن احمد سمير. الى اللقاء مع احداث الشوط الثاني. المجري احداث الشوط الثاني، فيكتور كاساي، والنادي الاهلي هيبقى على شمالنا بالتشكيله اللي قلناها، اللي عنده 42 نقطه قبل مواجهه اليوم من 16 مباراه. الناحيه الثانيه نادي الزمالك عنده لقاءين مؤجلين امام المقصه وامام طلائع الجيش. الجيش مؤجل من الاسبوع الثاني والمقصه مؤجل من الاسبوع الخامس. وعلى بركه الله بدانا ال45 دقيقه الجديده اللي نتمنى نشوف فيها كره هجوميه بعيد عن التحفظات الكتيره اللي شفناها في الشوط الاول. قلت الفرقتين اللي بدأوا خايفين من بعض. نادي الزمالك حضر ب6-7 دقايق، كان موجود في الملعب انما غاب تماما عن التأثير بعد كده. والاهلي اللي نجح في بداية هجمات الثنائي اللي بتكلم عليه ناصف او حسني فتحي، تتلعب امامية الكرة من جديد عند محمد ابراهيم، يا ولد يا لعيب خلصها كويس قوي، يزحلق حسين قبل ما يروح عليه حسني فتحي، عرضية خطيرة انما يطلع اكرامي يظبطها انما عدى كويس. انما في الاخر قلت كل اللعيبة دول حبايب وهيبقوا في منتهى الجمال مع بعض في المنتخب. مؤمن زكريا بكعبه، تسديد احمد فتحي خطيره فوقتنا، فتحي يطلع واحده من اكتر من 25 متر وتالق للشناوي. من المفاجآت اللي بنتكلم عليها احمد فتحي بيسدد، بص شوف فتحي بيعمل ايه بوش رجله، وعملت بند خفيف كده الشناوي يحطها على جنب في اختبار جد للشناوي مع الدقيقه 9 تقريبا من الشوط الثاني. ملعوبه كره ثانيه لمؤمن زكريا، حضور هجومي، عرضيه خطيره مش ممكن اللي فاتت، خطيره من مؤمن النهارده صاحب الحلول الهجوميه، سجل وهو اللي بيصنع لزمايله في العرضيه الاخيره. عبد الله السعيد يستلم تاني بضغط من ابراهيم صلاح، انما النادي الاهلي راح بهجمتين في منتهى الخطوره. ادي كاساي بيوقف اللعب بعد ما
شاف الشناوي وهي على الارض كده ولا مين في اللعبه الاخيره، انما عرضيه من مؤمن زكريا. الاهلي يحضر بهجمتين في منتهى الخطوره. بص مؤمن زكريا كان في كره تانية جوه الملعب ومروان محسن عدت من قدام دماغه، مش ممكن اللي فاتت، خلصها مروان اول مره في منتهى الجمال كده يعمل لهم مشاكل. ادي شوقي السعيد قدامنا، هنشوف هيكون على حساب مين، حسني فتحي في اعتقادي ولا عمل تبديلين في وقت واحد على فكره، واحمد رفعت كمان. يبقى احمد رفعت وحسني فتحي فعلا خارج ويلعب مكانه شوقي السعيد، وخرج ابراهيم صلاح ولعب احمد رفعت. يبقى تبديلين لمحمد حلمي وجهازه الفني، وهنشوف هل هيحرك معروف شويه ويبدا يدخل للقلب بجنب طارق حامد. ادي تمريره مؤمن خطير مش ممكن. الشناوي برافو يا ولد، خطيره من مؤمن زكريا اللي بيحمل لواءات الهجمات لغايه دلوقتي للنادي الاهلي. مؤمن زكريا اللي هاني ونفذه بست سبع تمريرات في منتهى الجمال لغايه ما وصلوا ال 18. عاوز يعمل هات وخد عبد الله مع مؤمن، ترجع تاني خطيره. هيدي ايه الحكم؟ ما اداش حاجه، عاوز منها ركله جزاء مؤمن زكريا، والحكم هو اللي شايف وهو اللي صح. تتلعب الكرة على طول، انما هجمات النادي الاهلي اول ما يوصلوا ل 18 الشناوي تخض المدافعين، تخض جماهير الابيض. انما يعدي المره دي محمد ابراهيم، هيلعب عرضيه حلوه العرضيه، انما مين اللي موجود جوه ال 18؟ مش ممكن الهجمات اللي ما بيقدروش يكملوها بعد ما وصل كويس محمد ابراهيم. وقلت وفعلا جايه في جنب كده علي جبر. ادي اللعبه من زاويه تانية، فعلا ما جاتش في ايده. علي جبر قدامنا اهو، حكم شايف كويس، وتعادت اللعبه اللي احنا شايفينه بنقوله. تتلعب تاني عرضيه خطيره مش ممكن، انما عبد الله السعيد في منتهى الخطوره لسه جوه ال 18. كوره ملعوبه، انما يطلع سعد الدين سمير في منتهى الشراسه للزمالك 3-4 مرات. هجمه موجوده عند معروف يوسف، انما تكتل دفاعي. محمد ابراهيم عاوز يعملها بليسنج، انما سهله اول مره يطلع سعد سمير. هجمه ب3 ارواح للزملكاويه على دفاعات النادي الاهلي، تشعر فيها بالشراسه المره دي. ادي علي جبر بدماغه، قلش محمد نجيب، عملت مشاكل عند ال6 ياردة. حسين السيد للمره الثانيه وبيقلبها ايمن حفني، انما سعد سمير هو اللي اتعامل. واللمسه الاخيره بحرفنه من محمد ابراهيم، انما اكرامي موجود كويس تحت المرمى. تتلعب في اتجاه علي جبر لطارق حامد الى محمد ناصف من لمسه واحده يعملها كويسه ويروح بيها قدام المنطقه. ادي الترقيصه، يا ولد يا لعيب خطير محمد ناصف، انما يطلع الدفاع. مشي بيها محمد ابراهيم، لعيب عنده الحلول. محمد ابراهيم كان غايب فترات كبيره للاصابه، انما عايزين نشوفها قبل محمد ناصف. وادي سعد سمير اللي بيقاتل دفاعيا في كل هجمات الزملكاويه في الوقت اللي فات ويطلع لخارج الملعب. انما هنشوف التبديل اللي جاي هيكون غالي على حساب وليد سليمان. قلت يا وليد يا عبد الله السعيد واحد هيخرج، وفعلا سحب وليد سليمان عشان يدي غالي الوقت اللي جاي اللي هيدخل لعيب من وسط الملعب عنده القدرات الدفاعيه وعنده كمان المواصفات الهجوميه اللي يبقى بصير جيد لزمايله القدام، ينقل الحركه الهجوميه. بتكلم على حسام غالي وخارج وليد سليمان. يبقى اختيار لحسام البدري. تقدم للاهلي 1-0. مؤمن زكريا طلع تاني من قدام ال 18. سعد الدين سمير تمريره تعمل مشاكل، حسام عاشور طلعت من رجله تروح ليه ايمن حفني، تسديده جامده طلقه من شوقي السعيد، انما خطا في منطقه وسط الملعب. اللي بقول المباريات الكبرى لا تحتمل الاخطاء. عايزين نشوف التمريره الغلط من الاول، انما بصي تمريره ايه بلسم يا ولد يا لعيب ايمن حفني، وحط فيها وش رجله. بص بقى ايمن حفني الراجل حطها في منتهى الجمال، خد فيها حسين السيد واحمد فتحي لمهم عليه كده، وشايف تحس ان هو حاطط مرايات واداله قلاب من ورا كده. اخر اداره فنيه كان الكابتن مؤمن سليمان في قمه الاهلي والزمالك في الكاس. محللنا الفني في استاد النيل معنا الكابتن علاء ميهوب، واحد من هداف القمه ب4 تجوان. كابتن ضياء السيد والكابتن احمد سمير، 2 من اللي حضروا القمه في مناسبات كتير. معروف عرضيه خطيره، انما يدخل محمد هاني بتدخل روعه الروعه. انما معروف يا ولد يا لعيب هو اللي يعمل العرضيه اللي فاتت، ولسه برضه العمق الهجومي محتاج شغل كتير عشان يترجم لعيبه الابيض. ياخدها احمد رفعت وماشي كويس قوي، انما الحكم هنشوف هيدي ايه. احمد رفعت اللي بيطالب بفاول، واداله فعلا ضربه حره. قلت اللاعب المهاري اللي ممكن يدي ايجابيه في الثلث الاخير
للعيبه نادي الزمالك في الاوقات اللي جايه. ادي اللعبه اللي مفيش اي مشاكل ان هو يزيد مع محمود حمدي، هما الاثنين اللي سلموا ورجعوا تاني مكانهم لطارق حامد. محمد ابراهيم جاي المره دي من العمق لطارق من جديد، فاتح له ايمن، تسديده جامده يا ولد يا لعيب، يا ولد يا طارق يا حامد، يا ولد يا اكرامي، فوقتنا يا ابني، دي في منتهى الجمال والروعه، اختبار جد لشريف اكرامي، وطلقه من طارق حامد، وبرافو شريف اكرامي. حلوه النهارده احمد فتحي، واحده تعامل الشناوي. هتتلعب العرضيه، نادي الزمالك بيحضر بهجمات مؤثره، مرتين كان متواجد في ال18 في منتهى الخطوره. مره الدربكه اللي حصلت في لعبه ايمن حفني وتعامل سعد سمير، وكان كملها شوقي السعيد بتسديده. ادي عبد الله السعيد، عبد الله وشوقي، عبد الله خطير، انما يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي، عبد الله السعيد كان هيعمل انفراد بخطأ للمدافعين، انما يتدخل الشناوي عشان يبقى بطل اللقطات الدفاعيه لفرقته في الشوط الثاني. لقاء حلو في الشوط الجديد، هجمات هنا وهجمات هنا، بقى في مواقف مؤثره داخل ال18، مجهود كبير من اكرامي ويلحقها شريف اكرامي. يا سلام يا اكرامي، يا سلام يا اكرامي، ايه يا ابن الجمال ده؟ شوف اكرامي رايح عامل سبرنت، الشكل اللي يخليه نشوف محمد ناصف هيعمل ايه، وبعدين نكمل الحكايات. خلاص الجمهور يقول لك يا عم عاوزين الماتش دلوقتي. احمد فتحي تسديده على الارض خطيره، انما بعدت بعيده. احمد فتحي النهارده، احمد فتحي تسديده حلوه من ربع ساعه تقريبا، وبعدها طارق حامد رد بواحده احلى واحلى، انما المره دي هي بعدت عن المرمى، كان واخد 4-5 خطوات الشناوي يقفل بيهم الجول بتاعه. ايمن حفني خرج ولعب مكانه شيكابالا. قلت اخر لاعب سجل لفرقته في مواجهات القمه كان ايمن حفني، غير غير مع صفاره الحكم. قلنا كل مدرب ليه شخصيه بره، بيفضل الشكل زي ما هو مع الصفاره، والنتيجه هل هيتبدل الحال؟ عرضيه خطيره، جول اجاييه. تعليمات حسام البدري كأن الراجل كده مبرمجه هينزل يعمل ايه في الثواني اللي فاضله، انما بص شوف عرضيه فتحي، مش ممكن عرضيه فتحي، وخطأ دفاعي من الاثنين المساكين. الونش ما كانش موجود عشان يشيل الكوره، ولا كمان علي جبر. اجاييه هو اللي كان حاضر بضربه راس على شمال الشناوي، ثنائيه اهلاويه تحط النادي